السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف علاء من قناة فيروس ستوري. لو أول مرة تشوفني فأنا محتواي عبارة عن قصص. لو بتحب القصص أو الحاجات اللي زي كده فانزل تحت اشترك في القناة واعمل لايك قبل ما نبدأ الفيديو. وده الجزء التاني من قصة مزرعة خالي ناصر. لو ما شفتش الجزء الأول هتلاقيه تحت في الديسكريبشن أو خش شوفه في القناة. ويلا بينا نشوف بعض المشاهد من اللي حصل الجزء اللي فات. حصلت هناك بس خالتي قالت سيبكم من دي. فاكرين يوم ما كنا نايمين هناك وجت ام نور الله يرحمها وصحتنا من النوم عشان نروح نصلي الفجر؟ هو رد عليها بضحكه، والله المزرعه دي وكانها في المراق، وقال لي يلا نطلع نتعشى غير ما يروح المستودع يعزف لاخر الليل وهي قاعده مبسوطه قدامه. خالي ناصر كان عارف ان الجنيه هتيجي من صوت ضحكتها. ضحكه بعيده في نص الليل دي تبقى الاشاره انها جايه. بعد ما خلصنا حكاوي في بيت جدي ورجعت الساعة حوالي 12:30 بالليل، تليفوني اتهز. كانت أمي بعتلي رسالة: يلا يا ابن الحلال اتأخرنا، قوم شغل العربية لحد ما اخواتك يجوا. رديت عليها بسرعة وقلت لها تمام. سلمت على اخوالي وخالاتي وطلعت شغلت العربية، وأول ما ركبوا أهلي معايا وابتدينا نرجع للبيت فضلت دماغي متعلقة بالقصة بتاعت خالي ناصر. وأنا سايق سألت أمي قلت لها ياما عاوز أسألك سؤال، هو فعلا قصة خالي ناصر والمزرعة حصلت ولا أنا لسه عارف عنها؟ بصت لي بسرعة وقالت أنهي قصة قصدك؟ قلت لها قصة خالي ناصر والعزف والعود. هنا ردت أمي بسرعة وهي متوتره قالت لي اسكت اسكت وبعدين اعرفك كل حاجه. طبعا العبد اللي لمس كوتش وفضل يزن عليها. قلت لها اتكلمي عادي قولي ايه اللي حصل، لكنها عصبت وقالت اقول لك بعدين انت ما بتفهمش. وهنا استوعبت انها مش عايزه تقول عشان اختي الصغيره اللي قاعده ورا ما تسمعش القصه وتخاف. رجعنا البيت وانا قررت ما اسيبهاش في حالها غير لما اعرف ايه اللي حصل. اول ما دخلنا طلعت على اوضه امي وقفلت الباب وقلت لها فهميني بقى ايه اللي حصل، انا عايز اتاكد ان كلام ابو سعود صح ولا لا. بصت لي وقالت خالك عاشق جنيه والعياذ بالله في المزرعه، كانت تجيله قبل الفجر بساعتين وهو يقعد يعزف لها ويغني لها بس ما يقدرش يلمسها ابدا. امي كملت كلامها، طلبت منه ينفصل عن مراته ورغم ان عنده عيال للاسف انفصل عشان يقرب منها اكتر، بس هي طلبت منه حاجات تانية وهو رفض ينفذها. سالتها طب ايه هي الحاجات اللي طلبتها بالظبط؟ هنا امي سكتت وقالت ما اقدرش اقول لك حاجه، يا اخواتي وصوني ما اتكلمش، بس اللي اقدر اقوله لك ان اقل طلب كان حاجه ما حدش يرضى يعملها ابدا. امي قفلت الكلام وقالت لو هي متضايقه يا فهد خلاص بقى ما اقدرش اقول لك حاجه، اخواتي وصوني ما اتكلمش، روح نام ولا اشوف لك حاجه تعملها. قلت لها بهدوء طيب خلاص بس عندي سؤال، ما دام انها طلبت منه الطلاق وهو طلق مراته يبقى اللي بعدها ايه اخطر من كده عشان يرفضه؟ مرضتش تجاوبني فسالتها طب والمزرعه ليه لحد دلوقتي ما اتباعتش؟ ردت وقالت الموضوع ده عند عيالها، هما مش عايزين يبيعوها ولا يدخلوا فيها، كل ما حد يفتكر الموضوع تحس ان قلوبهم بتضيق على امهم فسايبينها مهجوره. سكت وانا مصدوم من غرابه الموضوع. سالتها طب تأمريني بحاجه؟ قالت لو هي بتضحك ربنا يحفظها. خرجت من اوضتها ولسه دماغي شغال. دخلت اوضتي وقفلت الباب ومسكت الموبايل وبعت رساله لسعود. الرساله مضمونها كالتالي: يا سعود ايه رايك نروح نشوف موضوع المزرعه دي بعينينا؟ رد بسرعه مين جدك؟ دي بعيده يا راجل في القصيم. قلت له عادي اخر الاسبوع الجاي نطلع الخميس ونرجع السبت وخلينا نكلم العيال نشوفهم هيجوا معانا ولا لا. كلمت عبد العزيز قال لي ما اقدرش اجي والله عندي شغل وبدرس ماجستير. انا عارف ان نص كلامه كذب ونص صح بس سبتها. كلمت فيصل قال لي والله ما تطلعوا. قلت له والله طالعين. قال لي تمام انا معاكم الخميس الجاي. قعدت اكلم سعود بعد الشغل وقلت له يا ابني مش قادر استنى لبكره، نفسي نطلع المزرعه النهارده قبل ما اموت من الفضول. سعود رد وهو بيضحك يا عم اصبر ما بقتش غير يوم واحد بس، بص لو هنروح لازم نجهز نفسنا. قلت له نجهز نفسنا ازاي؟ قال ناخد كاميرا ونصور كل اللي يحصل هناك كده لو ظهر حاجه الناس هتصدقنا على طول. ساعتها حسيت ان الحماس زاد 100% وقلت والله فكره جهنميه. حلوه دي 100% جهنميه. بس انا افتكرت حاجه، قلت له يا عم المزرعه في القصيم والطريق هناك كله رمله، يعني لو رحنا بعربيتنا هنغرز لازم نجيب عربيه جيب. سعود قال بسيطه نخلي فيصل يكلم صاحبه ونبدل العربيات مؤقتا يعني. اتصلت بفيصل وقلت له ايه يا نجم جاهز لبكره ولا ايه؟ قال بصوت في خوف جاهز يا جدع بس بخاف لحسن تحصل لنا حاجه هناك. قلت له مفيش خوف يا عم بس اسمع لازم تكلم صاحبك اللي هو معاه عربيه الجيب ونبدل العربيات مؤقتا عشان الطريق. فيصل رد وقال تمام خلينا نرتب لها صح. رحت لاختي فرح وقلت لها ايه يا فرح الكاميرا بتاعتك بكره؟ قالت لي خدها بس دي امانه يا فهد الكاميرا دي غاليه. قلت لها ما تقلقيش هرجع لك زي ما هي. بعد الغداء قعدت مع امي وقلت لها ياما احنا طالعين بكره المزرعه مزرعه خالي ناصر انا وولاد خالي. بصيت لي بقلق وقالت انتوا اتجننتوا ولا ايه رايحين هناك تجيبوا المصايب لروحكم؟ مفيش مروح. قلت لها يا امي احنا مش عيال صغيره احنا كبرنا الموضوع شدنا واحنا عايزين نشوف بعينينا. راحت امي خدت نفس وقالت لي على كيفك بس انا بحذرك اهو خليكوا واخدين بالكم من الطريق والمزرعه بالذات.
دخلت اوضتي ورتبت شنطتي الصغيره، حطيت فيها الكاميرا وكل حاجه انا محتاجها. احنا التلاته قررنا نطنش الشغل يوم الخميس، وسعود كان اذكى واحد فينا لانه واخد اجازه من بدري، انما احنا خدنا خصم على المرتب. صحيت يوم الخميس على صوت اذان الفجر، صليت وخرجت لقيت العيال واقفين مستنيين. فيصل جاب العربيه الجيب وعدى على كل واحد مننا، ركبنا سوا ورحنا اول مطعم قابلنا نفطر فيه. اكلنا وضحكنا شويه وبعدها عدينا على بقاله صغيره نجيب الحاجات اللي كانت ناقصانا.